حەستیان بۆ ئەکەین وهروەها لەو ماوەیە 1506 کەسی نازحین خۆیان بایۆمەتری کردووە. هەروەها بۆ ئاگاداری بەڕێستان پێتان دەگەینین کە وا دیارە نوێکردنەوە یان بڵێن تەحالوفاتیش تەمدید کراوە بە پێی ئەو زانیاریانەی کە پێمان گەیشتووە لەلایەن بەرپرسی بەشی ئەحزاب تا دەی دوو بەردەوام دەبێتن و مرشحینیش بۆ خۆتۆمارکردنی مرشحینیش تا یەکی سێ بەردەوام دەبێتن. باشکاری پێمان بڵێ لەو ماوەی کە وادەکەی دابووەوە چەند کەس وەکو هاوپەیمانی چەند حزب و هاوپەیمانیان تۆمار کردووە، چەند بەربژێر لای خۆیان تۆمار کردووە؟ هەروەک پێشتر باسیشمان کردووە بەنسبەت هاوپەیمانی و تەرشیحات هەرچەندە لە ئۆفیسی هەولێریش دەکرێتن زۆر کەس هاتوونە فۆرمیان وەرگرتووە بۆ ئەوەی کە مرشحینی خۆیان پێشکەش بکەن. زۆربەی حزبەکان فۆرمەکانیان وەرگرتووە. بەڵام هاوپەیمانی لە دایرەی ئەحزاب لە بەغدا ئەنجام دەدرێتن بۆی زانیاریی وامان لەسەر نییە کە چەند کەس هاوپەیمانی تا ئێستا لە بەغدا خۆی تۆمار کردووە. أستاذ عبد الرزاق، ما هي أبرز المعوقات التي تواجه عمل المفوضية لحد الآن بحيث دعت إلى تأجيل موعد إجراء الانتخابات؟ من أبرز المعوقات اللي يواجه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هو قلة الكوادر في مراكز التسجيل، حيث إن النسبة القليلة اللي موجودين بالمراكز تسجيل الموظفين بمقدرتهم يوميا تسجيل أكثر من 1200 لحد 1500 ناخب يوميا. طبعا هذا يكون للعلم أربيل لحد الآن 57.23% مسجل بايومترية، يعني يبقى أكثر من 40% 45% باقين ما مسجلين. وقلة الكوادر اللي موجود في المراكز عدم إمكانيتهم تسجيل يوميا أكثر من 12,000 ناخب. إذا كملت الهيكلية من مراكز التسجيل راح يكون يوميا تسجيل بايومتري بأن الإقبال موجود، ولكن قدرة موظفين مكتب أربيل هو حسب الهيكلية اللي حسب موجود يكون قليل. هو السبب احتمال أكثرية يعني تأجيل هو سبب عدم تسجيل أكثر من 57%. طيب فيما يخص النازحين في كم عدد المخيمات؟ المخيمات في محافظة أربيل 6 مخيمات، بحيث تم تسجيل كافة النازحين في المخيمات، ومن ضمنه قمنا بعملية الحصر النازحين المتواجدين في المخيمات.